اهلا بيك يا استاذ جابر واهلا بالساده المشاهدين. اتلسوعت من الفاتوره ولا لسه؟ انا على مستوى الشخص طبعا اتلسعت، بس مش ببص الامر بشكل شخصي، يعني ببص له باعتباره مشكله عامه يعني. تمام. ايه اللي احنا ممكن نعمله كمجلس نواب او كنائب حضرتك ممكن في البرلمان؟ يعني انا عايز قبل ما اتكلم كنائب ايه اللي ممكن نعمله، عايزين نتكلم على المشكله. المشكله بمنتهى الوضوح انه المواطن المصري اصبح هو الحيطه المايله اللي الحكومه لما تحب تعمل اي شكل من اشكال الجبايه بتتعامل معاه بهذا المنطق. الحكومه بقى لها فتره طويله بتحاول تلم اي فلوس زياده من افقر المواطنين في مصر، وبالتالي انا كنت واحد من الناس اشتكيت قبل كده في شركه الميه ان الميه بتجيلي غاليه جدا، وقالوا لي طب هات العداد ونعاير العداد ونبص على العداد، وفي الاخر حملوني فرق قرايه كبير. الموظفين اغلبهم، مش عايز اقول كل الموظفين، ما بينزلش ياخد قرايه عداد في كل عماره ويطلع ويتشعلق، فبيعمل دايما تقدير جزافي، ياخد اخر شهر يزود شويه يقلل شويه. فقالوا لا احنا كده الدوله خسرانه كتير، عايزين نلم الفلوس اللي موجوده لينا في الشارع. كنا بنطلع كيلو الميه ولا المتر ميه بكام، النهارده بقى بكام. فحط الفرق ده كله مره واحده او على 3-4 شهور على كل المواطنين، وبالتالي استهلاكهم الغير حقيقي زاد مره واحده وزاد بالاسعار الجديده. مع العلم بقى ان رئيس الجمهوريه اتذكر ان كان له حديث قريب وقال عشان رفقا بالمواطنين وعشان العداله الاجتماعيه هنثبت اسعار اول 3 شرايح في الميه والكهرباء، لانه اول 3 شرايح هم اقل استهلاكا وهم بالتالي افقر المواطنين اللي بيستحمى مره في الشهر، مش اللي عنده حمام سباحه. لما تيجي النهارده تيجي تقول لي لا ده انا هاخد الفلوس دي باثر راجعي على الاسعار بتاعت النهارده، انا بسرق المواطن، لان انا ما ينفعش كمواطن اتحمل اخطاء. انت اللي تتحمل اخطاء، انت اللي تيجي تقول لا ده انا هبدا النهارده صفحه جديده. دي حاجه. الحاجه الثانيه المساله كمان مش اللي بيغسلوا العربيات في الشوارع كالبوابين، ما هو برضه بياخد من العماره. المساله اللي بيسرق بره العداد وجايبين مواتير وحاطين في كل شارع وفي كل زوايا مكانه الغسيل العربيات. انت كدوله دورك مع ده ايه؟ انت مش بتتشطر على ده وبتتشطر على المواطن الغلبان اللي مجبر ان هو يجي لك النهارده ويدفع عشان ما يقطعش عنده ميه. امبارح مكلميني في جامع عندنا في منطقه ابيس عداد الكهرباء العادي القديم وحط لهم عداد كهرباء الكتروني اللي هو الدفع المفرط. لو الجامع ما دفعش الكهرباء معنى كده ان احنا نقطع عليه الكهرباء. هو يعني طبعا انا لازم الجوامع تدفع ولازم كل الناس تدفع عشان نقف جنب الدوله، لكن يبقى في شويه عقل. هو الناس مش هتصلي ومش هتخش الجامع، يعني احنا خلصنا كل الاماكن في مصر، فاضل بس الجوامع نحط لها عداد الكتروني. يعني احنا بس محتاجين نبص للمواطن، الكهرباء بتزيد والميه بتزيد والغاز بتزيد والمرتبات بتقل والدولار بيزيد والاسعار المنتجات الغذائيه وغيرها بتزداد. طب المواطن بقى يعمل ايه؟ ينفجر في وش مين؟ انا عايز سياده العميد يجي يقعد في مكتبي كده ويشوف كم من الناس اللي يجي، لكن فكره بقى ان الحكومه تقول لك طب اللي عنده شكوى يجي يقدمها لي، ما هو المواطنين دولت مش عبيد عند الحكومه، ان كل واحد انت تعمل غلطه ومطلوب من المواطن هو يجري وراك مره واثنين وثلاثه واربعه ويسيب اكل عيشه ويسيب حياته عشان يصلح غلط انت اللي مسؤول عنه، انت اللي ترجع للناس حقوقها، انت اوتوماتيك كده ترجع للناس حقوقها. والراجل اللي كان بيدفع السنه اللي فاتت زي النهارده كده 50 جنيه، لما زود عليه 5% يبقى يدفع 55 جنيه، والفلوس اللي هو دفعها دي امانه عندك ترجعها له. حتى لو عايز تزود عليه فلوس كانت متاخره زودها له نسبه، كل شهر نزود 5% نزود 10%، لكن مش مره واحده ترجع عليه كم كبير جدا. انا بس بطلب من الحكومه يعني اذا كانت يعني ترحم الشعب ده شويه، لان الشعب خلاص وخاصه الفقراء. احنا النهارده الحكومه حتى القرارات الصعبه اللي بتتكلم عنها مفيش قرارات صعبه خاصه بالمتاثرين زي او بالاغنياء او بغيره، هي كل القرارات ان هيرشد طعم الطاقه وهيرشد دعم الكهرباء وهيرشد دعم الميه، يعني في الاخر هيرفع الدعم عن الفقراء. ياكلوا منين ويشربوا منين انا ما اعرفش. شكرا سياده النائب، شكر جزيل. يعني ده برضو ميزه هيثم الحريري حاجتين، انه عايش في